مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يوم جديد والواحد صاحي النهارده كده، الجو حر خانقه. فعايزين نعمل اكل كده مع بعض، يكون سهل وسريع، وفي نفس الوقت ما يكونش اكل اللي هو بيخنق من الحر ده، فاهمين؟ اول حاجه كان في غسيل كده، حبه غسيل فعملتهم. انا بقيت دلوقتي اتعمد ان انا يعني ما احط ما اخليش المطبخ فيه مواعين قبل ما انام، اللي هو اخلص كل حاجه وانام بحيث اصحى ما يكونش بقى فيه لسه مواعين، نبدا بقى نعمل مواعين جديده، فاهمين؟ انا هعمل النهارده سندوتشات كبده، وجماعه بجد انتوا لازم تجربوا سندوتشات الكبده بتاعتي. علشان هي بتطلع نفس طعم الشارع، مش هقول لكم احلى بقى، لا هي نفس الطعم اللي هو انتوا الواحد بيتجنن عليه ده. فاول حاجه خالص الاساسي معانا في الكبده هو الثوم والفلفل. الثوم هي بتحتاج ثوم كتير، انتوا طبعا اتعودتوا معايا ان انا بعمل كميات صغيره عشان احنا اتنين بس. فالكبده اللي معايا هي ربع كيلو، انتوا بقى ممكن تزودوا على حسب انتوا هتعملوا قد ايه، والربع كيلو ده عامل معايا 6 سندوتشات بالظبط. فبنحتاج بقى ايه، بنجيب هون. لازم هون، يعني مينفعش في الكب لانها بتنزل ميه وما بتبقاش نتيجه حلوه. الهون ده هنحط فيه كميه كويسه قوي من الثوم، يعني مثلا لو فصوص ولسه هتطحنوها تقريبا بتحتاجوا تقريبا بتاع 10 فصوص مثلا، عشان تعمل كميه كويسه. ومعاها فلفل رومي، بنحط برضو كميه فلفل كويسه، يعني هي انا كنت حاطه فلفلتين كبار ومعاها فلفل حامي. البهارات بقى اللي بنحطها، بنحط ملح وفلفل اسود وكمون وشطه وكزبره. البهار الرئيسي معانا هنا اللي هيديكوا طعم الكبده فعلا هو الكزبره الناشفه، يعني ما ينفعش تستغنوا عنها، ممكن تستغنوا عن اي حاجه تاني، بس هو ده البهارات المظبوطه. لو مش عايزين شطه ما تحطوش، ولو مش عايزينها حاميه عموما ما تحطوش الفلفل الحامي، بس هو هيديكوا نتيجه يعني. عارفين اللي بره دايما بيكون فيها حرقيه كده، انتوا مش عارفين هي جايه من فين. فده بيكون جاي من الفلفل الحامي. خصوصا ان هما بيحطوا في الطاسه في الاخر فلفل حامي متقطع طويل كده، ساعات وانت بتاكلي الساندوتش تلاقيه فيه قطع فلفل طويله كده. بعدين بقى هندق كل ده في الهون لحد ما تاخدي الخلطه دي، بنحطها بقى في طبق بره، ونحط عليها شويه زيت ونقلبها في بعضها. انا عايزه اقول لكم اصلا ان انتوا مجرد ما تبتدوا تعملوا الكبده وهتحطوا الخلطه دي في الزيت، وقت ما هتشوفوا هنعملها ازاي دلوقتي، انتوا من قبل ما تحطوا الكبده اصلا هتشموا ريحه كبده الشارع. يعني الخلطه دي هتعمل لكم ريحه الكبده اصلا. الكبده بقى معانا اهي، هنحط عليها نص الخلطه اللي احنا عملناها ونقلبها كويس قوي في بعضها، بحيث كل البهارات بالفلفل بكل حاجه تكون دخلت في كل الكبده اللي معانا، عشان لما نيجي نحطها. طاسه بقى على الزيت هنحط فيها، طاسه قصدي على البوتاجاز هنحط فيها كميه من الزيت. انا عايزه اقول لكم ان الكبده بتحتاج زيت كتير، يعني بصوا انا اصلا فتحت الازازه عشان اعرف انزل كميه كبيره. يعني مش كاننا مثلا بنشوح حاجه في معلقه زيت، لا هي بتحتاج زيت كبير، وفي الاخر عادي هي بتشربه، ولو زياده قوي بتصفيها. بعد كده هنحط بقى الخلطه، نقلب فيها 5 دقايق كده لوحدها، وبعد كده ننزل باقي الكبده بباقي الخلطه اللي معاها. تمام، وبنسيبها بقى تتشوح، هي ما بتاخدش تقريبا 10 دقايق بجد وهتلاقوها استوت، يعني هي ما بتاخدش وقت خالص. اهم حاجه ان لما بتقطعوا الكبده بتقطعوها شرايح تخينه شويه عشان تحسوا بطعمها. انا عايزه بقى اقول لكم على حاجه، بجد لو حد يعرف حل ليه الطاسه بتعمل فقاعات كده وهي بتسوي الحاجه، انا مش عارفه الصراحه العيب في ايه. حتى المعلقه السيليكون لما ما بقتش بستخدمها برضو بيطلع نفس الفقاعات دي، فلو حد يعرف بجد يقولي، لان اوقات كتير انتوا هتشوفوها دلوقتي بيبقى الحاجه مش باينه جواها هي استوت ولا لا، من كتر الفقاعات البيضه دي ما بتطلع والزيت بيتطرطش كده والدنيا بتتبهدل. انا بحب السندوتشات بتاعه الكبده في عيش فينو، انتوا لو عايزينها في عيش بلدي بقى تمام، بس انا متعوده عليها الصراحه، باكلها من عند حد معين دايما بيعملها في عيش فينو. بصوا بقى الفقاعات اللي بقول لكم عليها دي، احنا قبل ما بنطفي على الكبده بدقيقتين كده بنحط معلقه خل، بصوا شكلها يشهي ازاي، بغض النظر عن ان الطاسه بجد مبوظاها. ف كده بتبقى خلصت، بنختبر بس اذا كانت، بندوقها كده اذا كانت استوت ولا لا، وبعد كده بنطفي عليها وبتبقى كده خلصت معانا. هوريها لكم بقى من غير الفقاعات دي، بصوا جماعة بجد طعمها بيبقى خطير، بتقدموها بقى في السندوتشات كده بتبقى حلوة قوي. اهم حاجة اللي فعلا هتظبط الطعم معاكوا قوي لما تيجوا تقدموها، طلعوا معاها ليمون، يعني لما تيجوا تاكلوها كل سندوتش اعصروا عليه ليمون قبل ما تاكلوه، مش تحطوه بقى وبعد كده تسيبوه، لا طعمه هيروح. انتي قبل ما تاكلي السندوتش كده اعصري نص ليمونه على السندوتش، وبجد هتاكلي احسن كبده ممكن تاكليها تقريبا. فشوفوا بقى انتوا الكميه اللي انتوا حابين تعملوها قد ايه، انا زي ما قلت لكم الربع كيلو عمل معايا بالظبط 6 سندوتشات، والسندوتش كان حلو والحجم كان مش صغير يعني. بنحط بقى كل الكميه، بجد لو حد يعرف الطاسه يا جماعه يقولي، علشان انا اتخنقت منها ومش عارفه المفروض اعمل لها ايه، وكذا مره تحرقلي البطاطس بسبب ان انا ما بقاش عارفه ان البطاطس استوت. وبس بألف هنا على قلبكم، استنوني في الفيديو الجاي.